التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء، الحضور الكريم، تحية صباحية عطرة. ويطيب لي بداية أن أرحب بأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، أرحب بهم في العاصمة الليبية طرابلس، أرحب بهم باسم حكومة الوحدة الوطنية في هذا الاجتماع الهام، اجتماع وزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء. هذا الاجتماع الذي يأتي بعد انقطاع طويل لاجتماعات الدورية للوزراء المكلفين بالشباب والرياضة بدول التجمع. يطيب لي الحقيقة أن أرحب بكم جميعا، ونتمنى لكم طيب المقام بالعاصمة طرابلس، وأتوجه الحقيقة بأسمى آيات الشكر والتقدير للسادة بالأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء على الإعداد المحكم والتجهيز لهذا الاجتماع. وأتوجه بالتحية لرؤساء وفود الخبراء للاجتماع الوزاري على ما بذلوه من جهد طيلة اليومين الماضيين للإعداد للمذكرات وبنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع. وعلى بركة الله تعالى نبدأ في هذه الجلسة الإجرائية بدء أعمال اجتماعنا الوزاري، ونحن نرتقب بعون الله تعالى تشريف دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تشريفه لهذا الاجتماع الوزاري ومخاطبته لكم. وإلى حين وصول دولة المهندس عبد الحميد محمد دبيبة رئيس مجلس الوزراء نبدأ في بنود جدول الأعمال المقررة لهذا الاجتماع. وكيف ما أدلف السيد الأمين التنفيذي للتجمع، وبالتنسيق والتشاور مع الأمانة العامة للتجمع بشأن تشكيل هيئة مكتب الدورة، ووفق المقررات السابقة نقترح على السادة الوزراء ورؤساء الوفود تشكيل المكتب على النحو التالي لهيئة الدورة: دولة ليبيا رئيسا لهيئة المكتب، ودولة جمهورية أفريقيا الوسطى نائبا للرئيس، وجمهورية النيجر مقرر لهيئة المكتب. إذا كان موافقين نبدأ على بركة الله. موافق، فليتفضل أصحاب المعالي الوزراء، وزير الشباب والرياضة بجمهورية أفريقيا الوسطى نائب رئيس هيئة المكتب، ووزير الشباب والرياضة بجمهورية النيجر للالتحاق برئاسة الاجتماع.
السادة الوزراء ورؤساء الوفود، وفق ما هو منظور أمامكم وفق بنود جدول الأعمال المقترحة، سينظر الاجتماع بنود جدول الأعمال المعتمدة من طرف الخبراء، اجتماع خبراء، وفيما يتعلق بالبند ما يستجد من أعمال، إذا كان هناك أي مقترح من الدول المشاركة بشأن إضافة مقترح في بند ما يستجد من أعمال، فنطلب من السادة الوزراء ورؤساء الوفود تقديم مقترحاتهم إذا كان هناك أي مقترح، أو نمر بالمصادقة على بنود جدول الأعمال. إذا لم يكن هناك أي اقتراح آخر فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال التي تم دراستها من طرف السادة رؤساء وفود الخبراء، أطلب من السادة الوزراء ورؤساء الوفود المصادقة على بنود جدول الأعمال المقترح. إذن نمر بالمصادقة على بنود جدول الأعمال. وفق ما هو منظور أمامكم وفي بنود جدول الأعمال اللي تم دراستها من طرف السادة الخبراء، أدعو رئيس الاجتماع الدوري الرابع للخبراء لمجلس وزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء لاستعراض التقرير المعتمد من طرف الخبراء على أنظار السادة الوزراء ورؤساء الوفود. فلتتفضل السيدة مهندسة رندا غريب وكيل وزارة الشباب بدولة ليبيا لاستعراض تقرير اجتماع الخبراء لمجلس وزراء الشباب والرياضة الرابع لتجمع دول الساحل والصحراء. بسم الله. شكرا سيدي الرئيس. بكل التقدير والسرور ألقي على مسامعكم خلاصة أعمال خبراء دول تجمع السين صاد الذين بذلوا جهود تشكر خلال اليومين الماضيين بشكل مكثف بنود جدول أعمال اتسم بالتنوع والأهمية، فكانت خلاصة توصياتهم وفق الآتي: الرئيس ليبيا، نائب الرئيس تشاد، المقرر مالي. أولاً التذكير بتوصيات الاجتماع الأول والثاني والثالث لوزراء الشباب بدول تجمع السين صاد. ثانياً حالة المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تتخذها الدول الأعضاء لصالح الشباب. ثالثاً الشباب والهجرة غير نظامية، الوضع الحالي والحلول الموصي بها في الدول الأعضاء في تجمع السين صاد. رابعاً الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب بمناسبة عام الاتحاد الأفريقي للتعليم وتعزيز ريادة الأعمال، حل بطالة الشباب ومشاكل التشغيل. خامساً الشباب والتنمية المستدامة في فضاء السين صاد، البيئة، الطاقة الشمسية، كهرباء الريف، توربينات الرياح، مكافحة التصحر وإلى آخره. سادساً ألعاب دول الساحل والصحراء وكيفية إعادة إطلاقها. سابعاً إنشاء شبكة شباب تجمع الساحل، عرض من الأمانة التنفيذية. ثامناً مقترحات الدول: إنشاء مركز شباب مقترح من ليبيا، إنشاء اتحاد بيوت شباب دول تجمع السين صاد مقترح من ليبيا. تاسعاً برنامج شباب دول الساحل والصحراء، عرض من الأمانة التنفيذية.
10 مذكرة توضيحية من النيجر بشأن البرنامج الإقليمي للشباب. حول البند حالة المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تتخذها الدول الأعضاء لصالح الشباب. خلال المناقشات التي تتسم بالإثراء قامت الدول الأعضاء في تجمع سين-صاد بتقييم التقدم المحرز في مجال المبادرات لفائدة الشباب، وتتعلق هذه المبادرات ب3 مجالات أساسية، وهي تطوير إطار معياري من خلال القوانين وإنشاء البنية التحتية وتدابير حماية الشباب. يوصي الاجتماع بما يلي: تنظيم تدريب مهني عالي الجودة للشباب لتمكينهم من العمل أو إنشاء مشروع تجاري، اعتماد تدابير دعم استثنائية الائتمان والتدريب والتوجيه لمشاريع ريادة الأعمال التي تم تطويرها في المناطق الريفية، إنشاء آلية إقليمية لتمويل الشباب. حول بند الشباب والتنمية المستدامة في فضاء سين-صاد: البيئة، الطاقة الشمسية، كهرباء الريف، توربينات الرياح، مكافحة التصهر. أصدر الاجتماع التوصيات التالية: يوصي الاجتماع بما يلي: تعبئة الشباب في الدول الأعضاء من أجل تفعيل تنفيذ الجدار الأخضر العظيم، إنشاء الأولوية الخضراء على مستوى فضاء تجمع سين-صاد، تطوير الزراعة البيئية في فضاء سين-صاد. أما فيما يخص إنشاء شبكة تجمع شباب الساحل اللي هو عرض من الأمانة التنفيذية، تابع الاجتماع العرض الذي قدمته الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء حول إنشاء شبكة الشباب لإطلاق برامج تنموية لصالح شباب الدول الأعضاء في المجتمع والمساهمة بشكل كبير من خلال تعبئة الشباب الناس من أجل الأمن وبناء السلام ومكافحة الفقر واستعادة التوازنات البيئية في دول تجمع سين-صاد. أرسلت بعض الدول الأعضاء بالفعل اسمي الشابين الذين يجب أن يمثلاها داخل الشبكة، لذلك سيكون لدينا شبكة مكونة من الشباب المعينين من قبل مختلف البلدان الأعضاء. ستسمح هذه الشبكة للشباب بالمشاركة في اجتماعات التجمع المختلفة، وخاصة تلك التي تهمهم بشكل مباشر على المستويين الإقليمي والدولي. تهدف الشبكة إلى تعزيز تجمع ملائم لتنمية الشباب من خلال الإجراءات التالية: تعزيز الرفاه الاجتماعي للشباب من خلال تسهيل حصولهم على التعليم والتدريب المهني والتوظيف. الدعوة إلى زيادة مشاركة الشباب كقادة شركاء ومنفذين ومستفيدين من جهود الوساطة والحوار. الدعوة لدى المؤسسات القارية والدولية الكبرى لصالح الشباب في منطقة الساحل والصحراء. مكافحة الهجرة غير شرعية، مكافحة التطرف والتطرف العنيف، تعزيز ثقافة السلم والأمن في فضاء سين-صاد، تنظيم أسابيع رياضية وثقافية لشباب تجمع سين-صاد، تنظيم منتديات سنوية لشباب فضاء سين-صاد، تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب في تجمع دول الساحل والصحراء من خلال مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة. يطلب الاجتماع من الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء دعم تنظيم الاجتماع الأول لهذه الشبكة بهدف تشكيلها فعلياً وإطلاقها، مما يمكن من توفير دعم مهم لأخذ الشباب بعين الاعتبار في أعمال تجمع سين-صاد. يطلب الاجتماع من مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة دعم إنشاء شبكة الشباب هذه، ويسجل الاجتماع أن تعين الممثلين الوطنيين داخل الشبكة أن تعيين الممثلين الوطنيين داخل الشبكة يخضع لتقدير السلطات المختصة في الدول الأعضاء. ويطلب الاجتماع أيضاً من الدول الأعضاء التي لم تعين ممثليها أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. حول البند الثامن: إنشاء مركز الشباب مقترح من ليبيا وإنشاء اتحاد بيوت الشباب بتجمع الساحل والصحراء. رحب الاجتماع بالمبادرة التي قدمتها ليبيا بشأن مشروع وضع مركز لشباب الساحل والصحراء، بما يمكن من وضع برامج وسياسات فعالة للشباب وإيجاد حلول ملموسة للشباب، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المركز في الوقت الراهن بخصوص هذا الشأن. ورحب الاجتماع بالمبادرات التي قدمتها دولة ليبيا كمساهمة تسمح بتطوير برامج ومشاريع لصالح الشباب
بهدف إيجاد حلول ملموسة للشباب. من جهة أخرى يطلب اجتماع الخبراء من الجلسة الوزارية التكرم بالموافقة على الاقتراح الليبي ودعمه، حيث أنه يندرج ضمن تنفيذ أهداف تجمع السين صاد. يوصي الخبراء اجتماع الوزراء بعقد اجتماع فني لإثراء واستكمال الوثائق اللازمة، وهي البروتوكول الإضافي للإنشاء النظام الأساسي، اللائحة الداخلية، الهيكل التنظيمي، وكافة الترتيبات المنفذة. أحاط اجتماع الخبراء علما بالبرنامج الإقليمي للشباب ودعا لتنفيذه بما يتوافق مع لوائح تجمع دول الساحل والصحراء والبرامج الوطنية للدول الأعضاء. طلب الاجتماع مواصلة المناقشات مع الشريك المتمثل في اتحاد السلام العالمي بهدف تجسيد التزاماته في مجال إدارة المشروع من قبل الأمانة التنفيذية لتجمع السين صاد. وناشد الاجتماع الدول الأعضاء أن تشارك بشكل كامل في تمويل المشاريع والبرامج لصالح الشباب. نشكركم جميعا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, vous venez donc de suivre la présentation succincte, un résumé des principales conclusions du rapport des travaux des experts. Vous avez le document sous les yeux. L'idée, c'est que effectivement, qu'il soit donné la possibilité aux ministres, aux chefs de délégation, de s'exprimer sur ce rapport, et donc éventuellement donc, de faire les commentaires entre vous, les observations nécessaires pour qu'on puisse l'adopter. Donc je demanderai à Monsieur le Président de passer la parole à la délégation qui souhaite s'exprimer ou faire des commentaires sur ce rapport des experts. السادة الوزراء ورؤساء الوفود، نشكر الحقيقة الرئيس وأعضاء الخبراء الذين أعدوا التقرير اللي تم استعراضه أمامكم، والذي تناول مختلف انشغالات ومقترحات التي تقدمت بها الأمانة العامة للتجمع والدول الأعضاء، ووقع دراستها والنقاش حولها وفق ما تم استعراضه. وندعو السادة الوزراء ورؤساء الوفود إذا كان لديهم أي تعقيب أو تعليق أو إضافة فيما يتعلق بهذا التقرير قبل المصادقة عليه، فليتفضلوا. تفضل موريتانيا. رئيس الوفد الموريتاني فليتفضل.
شكرا السيد الرئيس. شكرا لدولة ليبيا الشقيقة على حسن الاستقبال وحسن التنظيم وكرم الوفادة، وشكرا لتجمع اتحاد دول الساحل والصحراء سواء أمانته التنفيذية أو المشتغلين فيه المنظمين لهذا الاجتماع. نحن سعداء في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأن هذا الاجتماع يعقد في دولة شقيقة وفاعلة ومؤثرة في المنطقة، ولها إسهاماتها المضطردة في ميدان العمل الإقليمي المشترك. نبارك لليبيا الشقيقة نجاح هذه الدورة، ونشد على أيدي الأشقاء الليبيين فيما قدموه من مقترحات عملية من شأنها أن تنهض وتحيي هذا التجمع الإقليمي المهم. الجمهورية الإسلامية الموريتانية باعتبارها لديها الآن رئاسة الاتحاد الإفريقي لن تألو جهدا في سبيل إنجاح هذه المقترحات وهذه التصورات وترجمة هذه المقترحات إلى الميدان. الخبراء موجودين معنا، السيد المستشار والسيد المدير العام، هم من خيرة رمتكم موريتانيا بفردة أكبادها لتقول لكم بأنها معكم وستعمل معكم، سواء من ناحية العمل في اللجان المقترحة، ومعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان إذ يوجه التحية لجمعكم الكريم، فإنه يخبركم بأنه مستعد للعمل الجاد والدؤوب لترجمة ما ستتوصلون إليه من نتائج إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. ليست لدي ملاحظات، بالعكس هذه التوصيات كافية شافية وأرى بأنها عملية وأوصي بتبنيها. شكرا. شكرا السيد رئيس الوفد الموريتاني. فنعطي الكلمة، بس نطلب من الأمانة العامة تسجل السادة الوزراء ورؤساء الوفود اللي طالبين المداخلة تباعا. نعطي الكلمة لمعالي وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية السودان، فلتتفضل. وبعدها مالي سجلتم؟ لا، أعطي بعد السيد الوزير. تفضل السيد وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع الكريم، الحضور المميز الفني، السيد وزير الشباب لدولة ليبيا، أحييكم من جمهورية السودان ونرسل لكم التحايا من السلطة الحاكمة في السودان. فيما يلي ما ورد من توصيات بخصوص هذا الاجتماع، أولاً أهني نفسي وأهني الجميع بنجاح هذا المؤتمر، وأعتقد أنه بداية لصحوة لتجمع دول الساحل والصحراء في النظر
والترتيب لشبابنا، لأن العالم الآن يقوده الشباب. أضيف مباشرة إلى التوصيات أو إلى المقترحات. يمكن حقيقة في إنشاء شبكة تجمع الساحل لقد كانت وافية وشملت كل الفئات. فقط في الجزئية الأخيرة تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب في تجمع دول الساحل والصحراء من خلال مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة. أضيف عليها لفظة المخترعين، لأن المخترعين الشباب الآن يتفوقون على أنفسهم. ولنا تجربة في السودان، أحد أبناء بلاد السودان صمم جهاز لكيفية تتبع مرضى الصرعى وعرضه في مؤتمر في روسيا. ونعتقد أن هنالك آلاف من المخترعين يجب أن يسمى أو توضع هذه المفردة لنرى تفجير طاقات هؤلاء المخترعين. فيما يتعلق بإنشاء مركز الشباب، حقيقة أنا أفتكر دور المراكز هي التي تقود الشباب باعتبار أنها صرح يتعامل مع الرياضة، يتعامل مع الشباب، يتعامل مع الثقافة، يتعامل مع الإعلام. ليس هذا في حسب، بل أن المراكز تعصم كل الشباب من كل الغزو الفضائي، من كل الأشياء السالبة التي تتمثل في تحويل الطاقة الإيجابية إلى سلبية. المراكز تعصم الشباب من هذا الأمر. وأعتقد أن الشباب أو مراكز الشباب من تجاربنا في داخل السودان يوجد قصر للشباب والأطفال كان هدية من جمهورية كوريا، وهي قصور على مستوى 3 دول في العالم، في السودان وفي كوريا وفي جنوب أفريقيا. هذا القصر تلتقي مبادئه مع مراكز الشباب في التأهيل الحرفي لمن فاتهم التعليم ولرفض السوق بما يحتاجه من عمالة، مضافا لها أن كثير من الدول لا يتناسب المنهج التدريسي مع متطلبات الدولة، فيكون التدريس ولا يكون توظيف. وهنا توسعت الرسالة، وأرجو أن تشمل المراكز بهذا المعنى كمقترح تنمية المهارات أو ما يعرف باسم التدريب التحويلي، بالحفاظ على ما تخرج به الفرد المعني. وهنالك نماذج كثيرة لهذا. كمثال يعني كلية الآداب تقوم بتخريج عدد من الأساتذة في مجالات معينة، ونسبة لقلة التوظيف وحتى إن وجد قلة العائد المالي قد يلجأ إلى يعني مسألة أخرى يترك بموجبها الشيء الذي تعلمه، وهنا يعرف بما يسمى البطالة المقنعة في علم الاقتصاد، وهي أن تؤدي شيء أقل من المردود العلمي الذي بحوزتك عليه. في هذه التجربة نحن نحتفظ بهذا الشيء ونزيد عليه تنمية المهارة لدى الفرد المعني. فلنقل مثلا لديه مهارة في العمل الكهربائي أو في عمل السباكة أو خلافه، فبنفتكر إنه يعني نحتفظ بهذا ونزيد عليه، وهذا بالضرورة يظفر بالأسرة ويظفر بالفرد ويدخل في المنحل الاقتصادي. مشينا في الدرب ده أكثر من كده، يعني أرجو أن يتفضل بعرض جزئية بسيطة إذا كان ممكنا، اللي هي التدريب في منطقة الريف.
باعتبار أن الريف تنقصه العديد من الأشياء، فكانت تجربة في منطقة ريفية تعرف بالعلفون. حقيقة يمكن اهتمت بالأشياء الصديقة والتي يمكن أن تكون في تناول الأيادي، فكانت صناعة الجبنة، وكانت من الألبان المتوفرة بكثرة لدى السودان، كانت زراعة المخبوزات، وكانت صناعة الفطاير والعصائر وكل الأشياء باعتبارها من المنتوجات الصديقة، وهي تلبي احتياجات الجزئية القليلة. نحن نبدأ بالتدريب من القواعد ثم ننتقل منها. وكان هنالك مهرجان كبيرا، أتمنى أن تكون الصورة متحركة. هذا جزء في شرح استفدت فيه باعتبار أن المراكز لابد من أن تكون بهذا الفهم. نحن نسمن جدا ونجيز هذه التوصية ونعتبر أنها هي قائد لكل الشباب في كيفية تعليمه. إضافة أخيرة في إطار الرياضة، يعني شملت كل الأنواع، فقط أضيف إليها التعامل مع رياضة المعاقين باعتبار أنها شريحة مهمة لها حقوق يجب أن تعطى من كافة الدول. ختاما، لابد أن أقف تحية إجلال وتقدير وإكبار وشكر لدولة ليبيا على ما تم حيالنا بجانب دول أخرى، ولكنها تفردت وتميزت في استيعاب كل الذين جاءوا إليها بفعل ما يدور في جمهورية السودان دون أوراق ودون حواجز، بل تعاملت معهم باعتبار أنهم مواطنين أصليين في دولة ليبيا. لكم الشكر أهلي على هذا الكرم الفياض، وليس هذا بغريب عنكم، وتستحقون أن تكونوا أيقونة لتجمع دول الساحل والصحراء، فأنتم بحق بعد هذا الذي رأيناه والكرم الذي عشناه، كيف لا وأنتم أحفاد عمر المختار الرمزية للبطولة والوطنية. شكرا لكم دولة ليبيا، أحييكم مرة أخرى ومرات أخرى وعديدة باسم جمهورية السودان، باسم شبابها الذي لبى نداء الوطن ويعمل معا ملتحما مع قواته المسلحة. وختاما، من بعد التحية والتقدير لكل المجتمعين، نقول لكم سننعم بالسلام عما قريب بإذن الله. وأختم حديثي بقول مأثور للفريق الركن عبد الفتاح البرهان عندما حيي الشعب في عيد الفطر المبارك وختم حديثه: بشريات النصر آتية، وبعدها سيكون الحديث نقطة سطر جديد. شكرا السيدة الوزيرة على ما تفضلت به. وأطلب الحقيقة من السيد المقرر والأمانة العامة للتجمع تضمين ما تفضلت به من مقترح السيدة الوزيرة للتقرير. وأطلب من السادة الحضور والإعلاميين التزام الهدوء في هذه الجلسة، ومراعاة أن هناك نقل مباشر لهذه الجلسة عبر عدد من الوسائط والوسائل الإعلامية. السادة في الأمانة العامة للتجمع والسكرتارية، لو سمحتم التزام بالهدوء، وأي حد مش من الوفود المشاركة
غير معني بالحضور لو سمحتم السادة في الأمانة العامة للتجمع، والسادة في وزارة الشباب الليبية، أي حد ما هوش من غير الوسائل الإعلام، لو سمحتم هذه الجلسة الإجرائية فقط يتواجدوا فيها السادة رؤساء الوفود والخبراء وممثلي الأمانة العامة للتجمع. نمر تباعا ل تفضل السيد المنهج. S'il vous plaît, comme le ministre vient de le dire, cette session, c'est une session close. Donc la presse n'est pas invitée à cette session. S'il vous plaît, veuillez attendre à l'extérieur. Lorsque Monsieur le Premier ministre sera là, nous allons procéder à la cérémonie officielle d'ouverture. En ce moment, vous pouvez être là pour couvrir la cérémonie d'ouverture. Mais là, nous sommes en plein travaux. Et donc, s'il vous plaît, cette séance, c'est une séance à huis clos. Donc, la presse n'est pas censée être dans la salle en ce moment-ci. S'il vous plaît, vous pouvez attendre encore à l'extérieur le temps que nous entamons la cérémonie officielle d'ouverture lorsque Monsieur le Premier ministre sera là. Je vous remercie. شكرا سيد الأمين العام. نمر تباعا إلى دولة بوركينا فاسو، فليتفضل السيد. مسجلة كل السادة الوزراء ورؤساء الوفود اللي طالبين الكلمة مسجلة لدى إن شاء الله بوركينا فاسو، فليتفضل. تسجل فيهم. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire exécutif, chers experts jeunesse et sport, distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs. C'est un honneur pour mon pays, le Burkina Faso, et un plaisir pour moi-même de prendre la parole et de m'adresser à cette assemblée à l'occasion de la 4e réunion des ministres chargés de la jeunesse et des sports de la CENSAD. Je prends la parole ici au nom du docteur Boubacar Savadogo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, qui aurait bien voulu être là, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu faire le déplacement. Monsieur le secrétaire exécutif, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de la jeunesse et des sports, distingués invités, Monsieur le ministre me charge